مساء الخير. شايفين الرغبة الجنسية اللي مبهدلة البشرية والميول الجنسية اللي مش فاهمينها خالص دي وكل الحاجات الاكستريم اللي الناس بتعملها في المداري عشان تعلي على نفسها وعلى بعض؟ تعالوا احكي لكم بقى النهارده عن قلة على الكوكب اللطيف ده مش شاغلهم الجنس خالص من اساسه. يا ساتر يا رب، ده اللي هو ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده، مجموعة من البشر بيطلقوا على نفسهم اللاجنسيين. في اكاونت على تويتر اسمه اللاجنسية بالعربي، والكفر بتاعه خريطة الوطن العربي من المحيط للخليج متخططة باللون الاسود والابيض الرمادي والموف. في خانة التعريف عن الحساب هاشتاج اللاجنسيون موجودون، وعلى الفيسبوك صفحة اسمها اللاجنسية بالعربي واسكشواليتي بالانجليزي، وليهم موقع الكتروني للتعريف بيهم ومجلة كمان، واصدروا اول كتاب. المنصات دي كلها عليها معلومات جديدة علينا كليا، وبيقدروا من خلالها يتواصلوا ويقدموا الدعم لبعض. دي منطقة بعيدة عن خيالنا تماما ويصعب علينا تصورها. يعني ايه انسان مش عاجز جنسيا ومش راهب، يعني مش متخلي عن ممارسة الجنس طوعا، يقول على نفسه بكل اريحية انه لا جنسي وانه ما عندوش رغبة في ممارسة الجنس زينا كلنا؟ هيقول لاهله واصحابه ومعارفه ايه؟ وازاي هيشرح لهم ان ده مش مرض؟ وازاي اللي حواليه هيتعاملوا معاه على ان ده حق من حقوقه ومش ابتلاء وطعن في رجولته او انها ست مجنونة ومحتاجة علاج؟ احنا بنستغرب وبنستنكر اي شيء غير مألوف، وبنصدر احكام مسبقة من قبل حتى ما نفهم. حتى لو بصينا حوالينا هنلاقي اننا نعرف على الاقل شخص في دوايرنا مش مهتم بالجنس، ومش قصة قلة رغبة جنسية، هو ما عندوش الرغبة ومش متضايق ومش عايزها او مفتقدها، وده بكل تأكيد عامل له ازمات كبيرة في حياته وفي تقبل الاخرين ليه وتقبله هو كمان لنفسه. لأن مفيش دراسات كفاية على الموضوع رغم أنه مطروح للبحث والنقاش من ثمانينات القرن اللي فات. أول شخص استخدم مصطلح لا جنسي asexual هو الطبيب وعالم الجنس الألماني ماجنوس هيرشفيلد سنة 1886، لكن مجتمع اللاجنسيين ما بقاش ليه وجود ملحوظ إلا مع انتشار الإنترنت. وسنة 2001 أسس الناشط الأمريكي ديفيد جاي شبكة ايفن للتوعية باللاجنسية وتقديمها للعالم وشرحها، واختار جاي اللون الموف للدلالة على اللاجنسية نسبة لحجر الأماتس اللي بتقول الاساطير القديمه انه بيحمي صاحبه من السكر او التسمم، لانه شايف الانجذاب الجنسي شبه السكر. وسنه 2004 العالم الكندي أنتوني بوجر اتنسب ليه اول دراسه علميه عن اللاجنسيه، واشارت الدراسه لان 1 من كل 100 راشد على الاقل لا جنسي، يعني حوالي 76 مليون شخص في العالم و3 مليون ونص في العالم العربي. وفي دراسات تانية بتشير لان النسب اعلى من كده بكتير. معناها الشامل هو انخفاض او انعدام الانجذاب الجنسي تجاه الاخرين، وده بيخلي اللاجنسي يحس ان الجنس امر ممل وملوش فايده. بمعنى اخر ما عندوش شعور او رغبه في ممارسه الجنس مع اي شخص، وممكن يعيش حياته كلها من غيره. واللاجنسيه طيف واسع وكل شخص ممكن يختبرها بشكل مختلف. اللاجنسيه مش اختيار، زيها زي الميول الطبيعيه تجاه الجنس الاخر، يعني توجه فطري وجنسي في حد ذاته، ومش حاجه ينفع تختارها او ما تختارهاش، وما تعتبرش امتناع عن ممارسه الجنس، لان الممتنع بيحرم نفسه، لكن اللاجنسي ما بيحسش انه محتاج للجنس في حياته اساسا. مش لازم تمارس الجنس عشان تعرف انك لا جنسي او تعرف ميولك عموما. اغلب الناس بيعرفوا توجههم الجنسي قبل ممارسة الجنس، وممكن تعرف ميولك الجنسية من غير تجربة الجنس اصلا. زي غريزة الجوع، الطفل بيحط الاكل في بقه مش في ودنه ومن غير ما حد يعلمه. الموضوع بيتطلب منك تأمل ذاتي لنفسك ولرغباتك الحقيقية، مش ان المجتمع بيفرضه عليك باستمرار. ممكن تشوفهم محظوظين لانهم بيتفادوا بشكل طبيعي الكبت الاجتماعي للرغبات الجنسية والميول المختلفة، بس هم شايفين ان الكلام ده مش دقيق وما ينطبقش عليهم كلهم. وضعهم مش افضل من العابرين جنسيا، واحيانا اسوأ، لان في منهم اللي مش فاهم حالته اصلا ولا قادر يحط نفسه في تصنيف، وغيرهم اللي بيتم اجباره على العلاج. ده غير التنمر والمقارنات والاتهام بالبرود الجنسي وخلل الرجوله. لكل شيء ضريبه، الجنسي بيدفعها بالكبت والضغط الاجتماعي لحد ما يتجوز، واللا جنسي بيدفع ضريبته بتكذيب كلامه والتشكيك الدائم فيه واجباره على الجواز والاغتصاب الزوجي. وبتصل الامور للضرب واستخدام السحر والشعوذه لاعتقاد المقربين بان الشخص ممسوس. طب ما في ناس ممكن برضو تعيش من غير جنس لان عندهم عجز او مرض، بس دول بيعانوا وحاسين بنقص وخلل.
انما اللاجنسي لا يعاني على الاطلاق. الانسان مش روبوت، ده تركيبه معقده جدا وطبقات نفسيه كتير، وعنده مزاج ومشاعر بتخضع لتاثير عوامل اكتر. الشخص الجنسي الطبيعي اللي بيطلق عليه مغاير ممكن يمر بمرحله في حياته ينعدم فيها الانجذاب الجنسي بسبب ظروف نفسيه معينه زي الضغط، الاكتئاب، او امراض عضويه تاثر على رغبته، عكس البرود الجنسي اللي بيعتبر في اصعب الحالات مرض واخف الحالات درجه رغبه منخفضه. بس في الحالتين اللي عنده برود وعجز بيعاني ومتضايق ومش متقبل وضعه وبيحاول يتعالج. اللاجنسي ما بيحسش بالمعاناه دي. اللاجنسيه ما بتجيش بسبب خلل او مرض، وما بتسببش ازعاج للشخص، وملهاش علاج. يعني المنشطات ما بتنفعش مع اللاجنسي لان ما عندوش مشكله في النشاط في حد ذاته. كل ما في الامر انه ما بينجذبش لممارسه الجنس مع اشخاص، وده مش معناه انه بينفر من الجنس او بيكرهه، هو بس بالنسبه له ممل وما عندوش رغبه فيه، زي اكلات معينه ما بنحبهاش، انشطه بتثيرنا وغيرنا لا. هو الحب ينفع من غير انجذاب جنسي؟ اللاجنسيين بيقولوا انه ينفع، لان الحب بالنسبه لهم حاجه والجنس حاجه تانية خالص. اللاجنسي بيحب وبينجذب عاطفيا، فكريا، حسيا، جماليا وجسديا، لكن من غير استثاره. بيحس بعاطفه من غير الشعور بالحاجه لممارسه الجنس مع الشخص اللي بيحبه. والاستمتاع بمشاعر الحب عنده مش لازم تمر بالمتعه الجنسيه. الحب عاطفه شامله صعب اختزالها في نوع واحد. يعني هيحس بانجذاب رومانسي وهيقع في الحب ويتجوز كمان لان غريزته الجنسيه موجوده، لكنه بينفر من الحميميه مع الاخر. يقدر يمارس الجنس عادي لارضاء شريكه او عشان يخلف، بس هيعمل كده من غير اي رغبه. الشخص اللاجنسي يقدر يتجوز عادي وعلاقته الزوجيه تدوم وتستمر لو عنده روابط قويه غير الجنس مع شريكه، والعاده السريه ممارسه موجوده عندهم عادي. هم مشكلتهم في الانجذاب للطرف الثاني والحاجه للاتصال بيه ومعاه جنسيا. يعني الحاجه الجنسيه اللي عندهم ان وجدت بيشبعوها من غير شريك. في فرق كبير بين المرض والتوجه الطبيعي، وكل شخص لوحده يقدر يعرف حقيقة نفسه. اللاجنسية بعيون اللاجنسيين مش اختيار ولا مرحلة مؤقتة ولا بينتج عنها معاناة، ومهم ان الشخص يستشير طبيب عشان يتأكد ان ما عندوش مشكلة نفسية او عضوية، وده هيساعده اكتر يفهم ويعرف ميوله. وده يخليك تتساءل، هل رفض الجنس حق مشروع زي طلب ممارسته؟ اعتقد وانت تعتقد ايه؟ انا شعيب، ليلتكم فيها نجوم وضحك كتير.